بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنغير شوية ومش هنعمل الأكلات السهلة السريعة اللي مش بتاخد معانا وقت. لا، النهاردة بقى قلت أغير شوية. نتعلم حاجة من الحاجات اللي هي الصعبة شوية. هي مش صعبة بس يعني هي بتاخد وقت شوية في المطبخ، بس لو اتبعتي الخطوات اللي هقولك عليها هيبقى الموضوع سهل جدا بالنسبة لك وهتعملي أحلى محشي إن شاء الله. بس خليكي معايا واحدة واحدة وهعلمك ازاي طبعا تحشي ورق العنب والكرنب كل الحاجات اللي انتوا بتبقوا مستصعبينها دي. مبدئيا كده بنات، انا اهم خطوة بعملها في الموضوع المحشي ان انا بجهز حاجتي من بالليل. يعني اليوم اللي ببقى هعمل فيه محشي بقور بقى البتنجان والكوسة اللي هعملهم او الفلفل، ايا كان الحاجة اللي هتعمليها. بسلق الكرنب بتاعي، طبعا بحط مية سخنة على النار او مية بتغلي على النار وفيها معلقة ملح، وبنزل بالكرنب متقطع، او لو كرنب صغيرة بحطها كده مجرد 10 دقايق بس تتبل، وبطلعها في مية ساقعة عشان اوقف السوا بتاعها عشان ما تطرش معايا، لاني لسه طبعا هسويها على النار مع الرز. زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، الموضوع سهل جدا، ولو عملتيه من بالليل هيفرق معاكي جدا. قطعته زي ما انتوا شايفين كده على الحشو، وجبت الخضرة بتاعتي الشبت وبقدونس وكزبرة ونعناع، وبرضو غسلتهم وحطيتهم في علبة وهشيلهم في التلاجة بكرة. كل الخطوات دي بتسهل عليك الدنيا جدا. ممكن تعملي التسبيكة كمان بالليل، او لو عايزة تعمليها الصبح مفيش مشكلة. بتضربي كيلو طماطم في الخلاط او في الكبة زي ما تحبي. وبضرب يعني نص كيلو بصل ولا حاجة في الكب. برضو هنا النور كان قطع بس اشتغلت عادي جدا. في حلة حطيت معلقة سمنة ونزلت بالبصل بتاعي يدوب يدبل كده، وهنزل بالطماطم بتاعتي ومعها بهاراتي بقى، الملح والفلفل والبهارات المحشي والكزبرة ومعلقة شطة صغيرة ومعلقة سكر عشان الطماطم. دول شلتهم على جنب، هحطهم في الاخر خالص. مش بحطهم مع التسبيكة من الاول، دي خطوة مهمة جدا وتركية مهمة. ببشر طماطمايه وبشيل شوية من البصل على جنب، بحطهم بعدين، مش بحطهم في التسبيكة من الاول. طبعا بحط الملح والفلفل والبهارات بتاعتي، وبحط معلقة من السكر برضو عشان بتفرق قوي. وبكون غسلت الرز بتاعي وبصفيته وبنزل على التسبيكة بتاعتي. بس يا ريت يا بنات نحط الخضرة والتسبيكة بتاعتي تكون بردت، ما تكونش سخنة على النار. قلبت التسبيكة بتاعتي كده وبقت كده جاهزة على الحشو كده تمام. ودي اهم واحلى خطوة بستمتع بيها وانا بعمل المحشي، انه كل حاجتي جاهزة، وهقعد بقى اجيب بقى اي حاجة اتفرج عليها وانا بحشي كده. وده كان ورق عنب عندي في التلاجة، كنت برضو شايلاه في الفريزر وسلقاه ومظبطاه كده بحيث ان هو في الحشو يبقى سهل. بصوا، حشو ورق العنب مش صعب خالص. لو عندك طبعا المكنة بتاعت ورق العنب فهيبقى سهل، لو مش عندك موجودة فزي ما انتي شايفة كده. بحشيها بالطريقة دي سهلة قوي قوي. تمام كده، بطأت لكم الفيديو عشان تشوفوها. ودي واحدة تانية. بصوا يا بنات، سهل جدا. بحشيها على الناحية اللي هي بتبقى خشنة شوية، بس كده الموضوع سهل جدا مفيهوش اي حاجة. وده الكرنب لما بتبقي مقطعاه ومجهزاه من قبلها بيوم بيفرق معاكي قوي. انتي كده بتقعدي بتحشي بس، فالموضوع بيبقى سهل قوي بالنسبه لك، غير ما بتعملي كل الخطوات في نفس اليوم. ودي اهم خطوه بعملها في المحشي، لان انا كنت بستصعب الموضوع في الاول، بس دلوقتي بقى الموضوع سهل. لما بجزء الشغل على يومين الموضوع بيفرق جدا، وبيطلع معايا احلى محشي وفي اقل وقت طبعا. ويا ريت تتبعوا الخطوات دي يعني. طبعا انا خلصت. اول حاجه بدات بورق العنب لان هو بياخد وقت شويه في اللف يعني. واهم خطوه برضو ان انتي تسوي بكوبايه شوربه عليها معلقه سمنه ومعلقه صلصه، وتسوي المحشي بتاعك بالشوربه. برضو الكرنب والكرنب والبتنجان والكوسه سويتهم بنفس الطريقه بكوبايه شوربه وعليها معلقه سمنه بلدي، بتفرق جدا 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 في تسويه المحشي. كان عندي ممبار برضو حشيته، وكانت حفله محشي. الموضوع مش صعب خالص وسهل قوي.
اتبعي بس التركات اللي قلتلك عليها. ويا رب تكوني استفدتي من الفيديو، ولو استفدتي من الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة. بشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ونتعلم مع بعض كل الاكلات السهلة والصعبة ان شاء الله.